تخيل ابوك كل ليلة يختفي بقبو مظلم وما حد يدري وين يروح وما حد يسأل، وروتين غريب صار جزء من حياتكم، طبيعي ومو غريب. بس شنو لو هذا الروتين مو مجرد عادة وانما غطاء الكابوس حقيقي، جريمة تخلي الروح ترجف والقلب يوقف من الخوف. تخيل نفسك جاي تلعب بدر نفيس بين كرتين مجوفتين وبداخلها كتلة من البلوتونيوم، وفجأة الدر نفيس يزلق، الكرتين ينفلكن ويصيرن كرة واحدة. هنا بلعت العافية يا الغالي، لانه بدا تفاعل نووي، انعكاس النيوترونات خلى كرة البلوتونيوم تهيج، ينبعث اشعاع ازرق يجنن اسمه شرينكوف. زين شنو رأيك لو اكتشف الطريقة تحول بيها البلاستيك الوقود؟ اختراع يغير العالم، بس فجأة تختفي ومن دون اثر وكأنك ما كنت هنا بيوم. ليش ومن وراه الاختفاء؟ 15 ثانية بس، هذا الرقم كافي يغير مجرى حياتك للأبد. مو حادث سيارة ولا طيحة من مكان عالي، شي ما تشوفه وما تحس بيه بس يبدي ينهش بيك من الداخل. 30 ثانية كافية تبدي تحس بالدوخة والتعب، وخلال اسبوع جسمك ينهار. دقيقتين بالغرفة والخلايا تبدي تنزف. 4 دقائق والتقيؤ والاسهال والحمى تبدي. 5 دقائق والموت شبه مؤكد. حضر لك شي تاكله لان القعدة طويلة. تخيل اللحظة، ابوك كل ليلة يختفي بقبو مظلم وما حد يدري ليش وما حد يسأل وين يروح. تخيل هذا الروتين يصير جزء من حياتكم، طبيعي ومو مستغرب. بس شنو لو هذا الروتين مو مجرد عادة غريبة وانما غطاء الكابوس حقيقي؟ الجريمة تخلي الروح ترجف والقلب ينفطر. بداية القصة بأمستيتن، هاي المدينة النمساوية الهادئة واللي تبين طبيعية. كان اكو بيت مثل اي بيت ثاني، بيت يوزف فريتزل، الرجل اللي كان يبين اب مثالي ومهندس كهربائي محترم واب ب7 اطفال، وما حد كان يشك انه خلف هالواجهة اكو سر مظلم، سر انحبس بيه لمدة 24 سنة كاملة. بدت المأساة عام 1984 من كانت إليزابيث بنت يوزف عمرها 18 سنة. كانت شابة حلوة ومليانة طموح وأحلام، بس أحلامها تحطمت بيوم وليلة على إيد أبوها اللي المفروض يحميها. يوزف باستغلال ثقتها جابها للقبو بحجة إنه يريد يراويها مخططات هندسية، وهناك انقفل الباب على كابوس ما كان يخطر على بال أحد. القبو هذا مكان اللي كان لازم يكون مجرد مخزن تحول إلى سجن مظلم بارد وبنفس الوقت مخيف، سجن بنات يوزف بنفسه. وبدت رحلة تعذيب جسدي ونفسي ما تنوصف. كانت إليزابيث وحيدة وخايفة أو مقطوعة عن العالم الخارجي. الأيام تحولت إلى أشهر والأشهر لسنين داخل هذا القبو المظلم. إليزابيث مو بس عاشت الرعب وإنما انجبرت تجيب أطفال من أبوها المجرم، 8 أطفال، 5 منهم عاشوا وياها بالقبو أو كانوا ما يعرفون شيء عن العالم الخارجي ولا عن الشمس ولا عن النجوم. كان كل عالمهم محصور بهاي الأمتار القليلة. الأطفال كانوا يسمعون أصوات من فوق، أصوات عائلة فريتزل طبيعية اللي كانوا عايشين حياتهم فوق بينما هم عايشين بالجحيم. يوزف كان ينزل لهم يوميا يجيب الأكل ويراقبهم ويزيد من عذابهم النفسي والجسدي. كان يهددهم بالقتل إذا حاولوا يبلغون أي أحد، وزرع الخوف بقلوبهم لدرجة أنه فقدوا الأمل بالنجاة. وبيوم من الأيام ساءت حالة طفلة يوزف الصغيرة، وبعدها هو ما قبل أنه يوديها للمستشفى، فهنا انتهت حياة الطفلة. وقام يوزف بحرقها حتى يخفي أي أثر لأي جريمة وما يبين انه اكو شيء غير اعتيادي. إليزابيث كانت تحاول بكل طاقتها تحمي اطفالها، تعلمهم وتثقفهم باللي تقدر عليه رغم الظروف المأساوية. كانت تحاول تخلق لهم عالم صغير من الامان داخل هذا القبو المظلم. كانت تقرأ لهم وتحكي وياهم وتحاول تنطيهم لمحة عن العالم الخارجي اللي كانوا محرومين منه. الامل كان شبه معدوم بس القدر كان له رأي ثاني. بعام 2008 واحدة من بنات إليزابيث، كريستين، مرة ثانية بنت تمرضت، وهالمرة بشكل خطير جدا. مرضها كان كلش صعب ويحتاج رعاية طبية فورية. هنا يوزف يمكن خوفا من موتها وكشف سره للمرة الثانية قرر يطلع كريستين من القبو وينقلها للمستشفى، بس حتى هاي الخطورة كان بيها خبث يوزف. هو اللي خذها للمستشفى ومثل ما كان يسوي دائما ويا الأطفال الباقين ألف قصة كاذبة وقال انه كريستين لقاها على عتبة بيته، او انه بنته إليزابيث اللي هربت من زمان وانضمت لطائفة دينية. بالمستشفى الأطباء شكوا
قصة يوزيف الغريبة، وخاصة من شافوا حالة كريستين اللي كانت كلش سيئة صحيا. طلبوا يشوفون أمها إليزابيث حتى يعرفون معلومات أكثر عن تاريخها الطبي. هنا الضغط زاد على يوزيف، وبعد أيام من المماطلة والتهرب وافق يطلع إليزابيث من القبو. بس إليزابيث اللي عاشت رعب 24 سنة كانت أقوى من كل تهديدات يوزيف. من وصلتها الشرطة انهارت وحكت كل شيء. حكايتها كانت صادمة ومؤثرة لدرجة انه خلت المحققين مصدومين من حجم الجريمة. انفضح السر. القبو اللي كان مكان للخوف والرعب تحول الى مسرح جريمة كشف عن ابشع انواع الاستغلال والتعذيب. العالم كله انصدم من هول الجريمة. الصحف العالمية كلها حكت عن قضية فريتزال وعن وحش امستيتين. بعام 2009 بعد محاكمة طويلة ومؤثرة صدر الحكم على يوزيف فريتزال بالسجن مدى الحياة، وتم نقله الى سجن خاص للمرضى النفسيين لانه حالته النفسية كانت معقدة ومخيفة. نهاية حزينة، المجرم ما يعرف الرحمة، وبنفس الوقت بداية امل الضحايا إليزابيث واطفالها اللي عاشوا جحيم ما ينطاق. حصلوا على فرصة جديدة للحياة وتم تغيير اسمائهم ونقلوا الى مكان سري بعيد عن اضواء الشهرة والفضول، وبدت رحلتهم الصعبة والطويلة للتعافي النفسي ورحلة اعادة بناء الثقة واكتشاف العالم وتعلم معنى الحرية. اتخيل اللحظة 15 ثانية بس، وهذا الرقم كلش كافي حتى يغير مجرى حياتك للأبد. مو حادث سيارة ولا سقطة من مكان عالي، شي ما تشوفه ما تحس بيه لكنه يبدأ ينهش بيك من الداخل. 30 ثانية بس كافية حتى تبدأ تحس بالدوخة والتعب، وخلال أسبوع جسمك ينهار. دقيقتين بالغرفة وتبدأ الخلايا تنزف. 4 دقائق والتقيؤ والإسهال والحمى تبدي، ولو طولت 5 دقائق الموت يكون شبه مؤكد. هاي حقيقة تشيرو نوبيل اللي هي قدم الفيل. نرجع بالزمن اليوم 26 نيسان 1986، يوم ما ينسي بمفاعل تشيرو نوبيل صار انفجار نووي كارثي يهز العالم. الفوضى عمت المكان والنيران اشتعلت والاشعاع القاتل انتشر بكل مكان. الجنود والعمال اسرعوا حتى يطفون النار ويحتوون الكارثة، بس كان اكو خطر اكبر. خطر كان مختفي وما حد يعرف فيه. بعد الانفجار الموارد النووية المنصهرة مثل اليورانيوم والزركونيوم والجرافيت نزلت من قبل المفاعل وخلطت وياها مواد البناء مثل الرمل والكونكريت. هذا الخليط المنصهر تحول الى كتلة ضخمة صلبة كان شكلها يشبه قدم فيل ضخمة، وهذا اللي انطاها اسمها قدم الفيل. بعد اشهر من الكارثة ومع محاولات العلماء والمهندسين تقييم الاضرار، اكتشفوا انه هذا الشيء موجود. مكانه كان بالسراديب تحت المفاعل رقم 4 وما حد يقدر يتقرب منه. هذا الاكتشاف كان هو الحدث الفاصل اللي خلى كل العالم يرتجف. علماء الاشعاع قاسوا كمية الاشعاع الصادرة من قدم الفيل. الاجهزة انصدمت من الارقام، 118,000 روجنتين بالساعة، وهذا الرقم خيالي ومستحيل على اي انسان يتحمله. بس حتى تفهم خطورته، مجرد 300 الى 400 روجنتين كافية جدا لقتل انسان. هذا الاشعاع القاتل كان هو الجحيم نفسه، ولهذا اي شخص كان يحاول يتقرب من قدم الفيل كان يعرف انه مقبل على الموت. صور من قلب الجحيم، حتى ياخذون صور القدم الفيل ويدرسوها كان لازم اكو شخص يقدر يقترب منها. ماكو روبوت يقدر يتحمل هاي الكمية من الاشعاع، فكان اكو حل واحد، ارسال شخص يضحي بنفسه. القصة الحقيقية تحكي عن مصور اسمه آرثر غورنيف اللي كان واحد من الابطال المجهولين، هو اللي صور الصورة الاشهر القدم الفيل. بس على مود ياخذ هاي الصورة كان لازم يتعرض للاشعاع. الاطباء كانوا يراقبون كل دقيقة من تعرضه لانه يعرفون انه كل ثانية تعني الموت. الصورة انخاذت، بس بعد 30 ثانية من التعرض المصور حس بالدوخة والتعب، وبعد دقيقة ونص بدت الخلايا مالته تنزف. بس هو كمل وظل يصور. هو كان يعرف انه ما راح يطلع من هذا المكان حي. للأسف المصور مات بعد فترة قصيرة من تعرضه للإشعاع، وواحد من الآلاف من الناس اللي تأثروا بهاي الكارثة. بعض التقديرات تحط عدد الضحايا ب 1103، وهذا رقم مو رسمي بس يذكرنا بحجم الكارثة. قدم الفيل بعدها موجودة بس إشعاعها قل مع مرور الوقت، لكن لحد هاللحظة تبقى واحدة من أخطر المواد المشعة على وجه الأرض، ورمز للتضحيات البطولية اللي صارت حتى العالم يكون آمن. هاي القصة الحقيقية تذكرنا بقوة الإشعاع وتخلينا نفكر بال118,000 روجنتين اللي كانت تقتل أي شيء يقترب منها. تخيل يا عزيزي المشاهد، أنت مهندس نووي، ايدك ترجف لكن مو من الخوف لكن من التركيز. بين ايديك مو قنبلة وانما قلب قنبلة نووية. بلوتونيوم يقدر يمحيك من الوجود. جاي تلعب بدرنفيس تفصل بين كرتين مجوفة من البريليوم وداخلهن كتلة بلوتونيوم. هاي اللعبة لعبة تحفيز الكتلة الحرجة، هي اخطر شيء ممكن تسويه بحياتك. وفجأة ينزلق الدرنفيس، الكرتين ينطبقن ويصيرن كرة واحدة.
موجودة هنا بلعة العافية. تفاعل نووي شبه فوري يبدي، كرة البلوتونيوم تبدأ تهيج والنيترونات تنعكس وتتضاعف بسرعة الضوء، ينبعث إشعاع شرينكوف الضوء الأزرق القاتل اللي يملي الغرفة. هنا تعرف انه حياتك انتهت. لويس كان عنده طريقة خاصة، طريقة خطيرة جدا يسموها قنبلة التنين. الفكرة كانت يقرب نصفي كرة البلوتونيوم لبعض لكن يفصل بيناتن بدرنفيس صغير. هذا الدرنفيس يمنع الكرتين من الانطباق الكامل ويمنع التفاعل النووي من الحدوث. لويس كان يسوي هاي التجربة بإيده بثقة عمياء بمهارته. يوم 21 مايو 1946 لويس كان يسوي التجربة الأخيرة، كان واقف قدام فريقه يشرح لهم بالضبط شنو جاي يسوي. الأجواء كانت هادئة والكل كان يباوع عليه بتركيز. لويس كان ماسك الدرنفيس بإيده فاصل بيه نصفي كرة البلوتونيوم. هنا صار الحدث الفاصل، فجأة بدون أي سابق انذار انزلق الدرنفيس من إيد لويس، الكرتين انطبقن وكونت كتلة حرجة. بلحظة انبعث ضوء أزرق ساطع وملأ الغرفة. هذا الضوء إشعاع شرينكوف كان دليل على بداية التفاعل النووي. موجة حرارية قوية ضربت وجه لويس ودخلت به جرعة قاتلة من الإشعاع. لويس بذكاء السريع مد إيده بسرعة وفصل الكرتين مرة ثانية، لكن الأوان قد فات. لويس سلوتين كان يعرف بالضبط شنو صار بيه. هو بنفسه قال للفريق هاي هي نهايتي. الأطباء حاولوا يعالجوه بس التسمم الإشعاعي كان كلش قوي. خلال 9 أيام اللي بقى بيها عايش جسمه انهار قطعة قطعة. الأعراض بدأت تظهر بسرعة، إحساس حرقان أو فقدان شهية وبعدين تقيؤ وأسهال. خلايا جسمه بدأت تموت، الأجهزة الداخلية فشلت واحدة ورا واحدة. لويس كان قوي وقاوم الألم لكن الإشعاع كان أقوى. صديقه جورج ماكدونالد كان يزوره كل يوم بس لويس كان يرفض ياكل ويشرب لأنه الأكل كان يحرق حلقه. يوم 30 مايو بعد 9 أيام من المعاناة لويس سلوتين توفى. الموت كان بطيء أو مؤلم لدرجة لكنه كان يذكر العالم بخطورة اللعب بالنار النووية. موت لويس سلوتين كانت نهاية المغامرة خطيرة وبداية نهج جديد من الحذر بالتعامل مع المواد النووية. بعد وفاته تم تغيير الإجراءات تماما وصارت التجارب تتم عن بعد باستخدام الروبوتات والأجهزة. قصة لويس سلوتين هي أسطورة بعالم الفيزياء، تذكير بأنه حتى العباقرة ممكن يوقعون ضحايا خطأ بسيط. قصة تذكرنا بعبارة فيزياء الموت وتخلينا نفكر بالثمن الغالي اللي دفع العلماء حتى يفهمون عالم الذرة. زين شنو رأيك انت قاعد بغرفتك بالليل والظلمة تترس المكان وبين ايدك مو مشروع عادي وانما فكرة عبقرية، اختراع راح يقلب موازين العالم كله، طريقة تحول بيها البلاستيك البوف مثل ما نسميه الى وقود. بس فجأة يختفي هذا كله، تختفي انت ويختفي اثرك وكأنك ما كنت موجود بيوم من الايام، ويبقى بالصدى سوالف وضحكات على فيديو قديم يذكر العالم كله بيه ويذكرهم بالسؤال المحير شنو حيكون لو نجح هذا المشروع. جوليان براون هذا المهندس العبقري كان يشبه اي شاب عادي، كان عنده شغف مو طبيعي بعادة التدوير وشاف كمية البلاستيك اللي تلوث الارض وقرر يلقى لها حل. فقضى سنين طويلة من عمره بمختبر صغير يشتغل ليل ونهار لحد ما وصل للحل. اكتشف طريقة لتحويل البلاستيك الى وقود سائل وبنسبة كفاءة عالية جدا. هذا الاختراع ما كان مجرد فكرة، كان حقيقة وسوى فيديو نشر على الانترنت شرح به اختراعه بالتفصيل. الفيديو هذا حقق 28,000 اعجاب و514 تعليق. بس ما كان يدري جوليان انه هذا الفيديو راح يكون بداية النهاية لحياته. جيران جوليان كانوا يحسون بشيء مو طبيعي، كانوا يسمعون صوت محرك قوي يشتغل طول الليل من مقر مختبره، بس هم ما شكوا بشيء لحد ما بيوم 21 حزيران 2012 اختفى جوليان. الصبح جيران جوليان شافوا شاحنة سوداء بلا ارقام واقفة قدام بيته بالفجر. الشرطة اجت فتشت البيت، ما لقيت اي شيء، لا اثر لجوليان لا حقيبة لا رسالة. البيت كان فارغ باستثناء شيء واحد، آلة جوليان اختراع العبقري كانت موجودة بمختبره بس كانت مفتوحة ومفككة وكأنه احدهم دخل يدور على شيء بداخلها على سر الاختراع. هنا بدت الشكوك تتراكم. اختفاء جوليان ما مر مرور الكرام، على الانترنت صارت ضجة، الناس بدت تتساءل وتحكي وبدت تطلع نظريات كل واحدة اغرب من الثانية. البعض قال انه شركات النفط الكبرى استهدفته لانه اختراعه هذا راح ينهي عصر النفط ويهدد كل ثروتهم. وعدد المشاهدات الخبر اختفائه وصل الى 1,015,000 مشاهدة. واخرين اعتقدوا انه جوليان هرب بنفسه، هرب حتى يحمي نفسه واختراعه من السرقة وترك كل شيء وراه. وهناك من آمن جوليان براون ما اختفى وإنما أخفوه، اختفى بظروف غامضة وكأنه جهة معينة مسحته من الوجوه. الشرطة بحثت بس ما لقت أي دليل، لا جثة لا حقيبة ولا أي شيء يثبت إنه غادر البلاد. اليوم بعد كل هالسنين ماكو أي أثر لجوليان براون.
كل اللي بقى هو آلة من المعدن وذكريات أو فيديو قديم على الانترنت، والناس بعدها تشاهده. بكل مرة واحد يشوف الفيديو يشوف ابتسامة جوليان ويسمع حماسه، هو يحكي بكل مرة عن اختراعه. وبنهاية الفيديو يبقى سؤال واحد يتردد: شنو حيصير لو كان هالمشروع نجح؟ هذا السؤال يذكرنا بكمية الجهد اللي بذله وبالثمن الغالي اللي دفعه. قصة جوليان براون هي مو مجرد قصة اختفاء، وإنما قصة عن الأفكار العظيمة وخطورة النجاح وعن العالم اللي ممكن يكون أقرب إليك مما تتخيل. أني ما يوتيوب، لهنا تكون نهاية قصتنا. لا تنسى اللايك والاشتراك أو فعل جرس التنبيهات، ونشوفكم بالقصة الجاية بخير وسلامة. What are you doing?